كثير بنتقد حالي، انا حدا اصلا بينتقد حاله كثير، بس كثير صعب كمان انك توصلي تكوني يمكن ايقونه بالموضه مثل ما كنا عم نحكي. بس تكوني ايقونه بالموضه بتعتبري حالك، وهون كان التحدي اذا انا بس بقدر ثبت حالي، وهون بعتبر انه صرت نجمه. وقال قبل بس وصلت لوقت لقيت انه انا خلص صرت ناضجه انف اني اقدر احكي بهالموضوع، لانه هذا الموضوع موضوع شوي حساس، ان كان لإلي لاهلي لعائلتي. اكيد بدك يعني في جزاء مادي، يعني ليكي حتى قديش حلو الاحترام وحلو المعامله الحسنه، بس كان وكان امير. ايه، وكان ما كنت شايفه فيه هاللقب، كنت شايفه فيه اكثر الانسان اللي انا انغرمت فيه، بغض النظر شو كان امير ولا فقير. فيك تشعري، فيك تلمسي طينته شو، يعني لما بحس انه هو قريب عن جد من بيئتي. ايه، ما عندي مشكله. مين هو الرجل؟ هلا كوني مجبوله بالفن صعبه شوي جاوب على هالسؤال، بس فيني لاقي سعادتي باشياء كثير بسيطه. يعني انا ممكن اشياء كثير بسيطه تبسطني. شو اخر اكتشاف طيب اكتشفتيه هلا؟ بصراحه ليكي فيني اقول لك يمكن تحت الهواء، لانه هول القصص عم يفيدوني كثير بشغلي ولالبومي الجديد. مع احترامي للكل، مع احترامي للكل، كلهم بحبهم، كلهم فيهم الخير والبركه، بس بيعملوا تأمين على، يعني إذا كان هن مثلا بيعزفوا أو بيرقصوا، بيعملوا بالخارج، هذه يمكن ما بعرف إذا عنا إياها، بيعملوا تأمين على ايه، بس كرمال شو؟ كرمال آخر شيء يطلع لك شو؟ ما أنت رح تفقديه، شو بده يطلع لك؟ يطلع لك تعويض مادي. الحمد لله قادرين أهلي يعيشوا بكرامة.